ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. لو لأول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد على قناتي، وتعملوا مشاركة للفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل البليلة زي ما انتوا شايفين شكلها ما شاء الله، وزي ما بنشتريها بالظبط. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها وشكل أطباق البليلة، هنعملها زي ما بنشتريها بالظبط. عندنا ربع كيلو من البليلة أو الغلة زي ما بتسموها في أي بلد عندكم، أو القمح. هنبلها كده في حوالي ساعة من المية كده، وبعد كده هنصفيها من المية ونغير عليها المية كويس جدا لحد ما تكون المية بتاعتي نظيفة. هبدأ أرفعها في حلة على النار كده، وأحط عليها 4 كوب من الماء. أول ما هتغلي وهتعمل معايا ريم كده هبدأ أشيل الريم ده. بعد كده هتبدأ ان هي تستوى معايا مفيش في ربع ساعة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما استوت عندي بقى رتل من الحليب او اللبن، وعندي معلقة كبيرة من النشا. هنحط عليها ربع كوب من الماء ونقلبهم مع بعض، وعلى اللبن كده هنرفعه على النار، وهنبدأ ننزل ب2 معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، و3/4 من الكوب السكر او كوب حسب ذوقك في كمية السكر. وبعد كده هننزل بربع معلقة صغيرة من الفانيليا. وبعد كده هناخد البليلة بتاعتنا اللي احنا عملناها كده بميتها، هي شربت المية بتاعتها، فيها مية بسيط حوالي نص كوب. هناخدها كده بالمية بتاعتها علشان تكون بالنشا بتاعتها، وهنبدأ اللي احنا نقلب كله مع بعضه كده بمعلقة النشا زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تغلي معايا وتكون بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله بمعلقة نشا واحدة بس هتعملي احلى بليلة واطعم بليلة. بعد كده هبدأ اجيب الكاسات بتاعتي او الاطباق اللي انت هتحط فيها البليلة، وهبدأ بعد كده اخد 2 كرنيب او 3 كرنيب، وابدأ احط في البولات بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. وطبعا عندنا اختياري زبيب وجوز هند، وعندنا بندق مجروش او اي مكسرات اللي متوفر عندك حط منه. بدأت كده اديهم تحميصة على النار، البندق المجروش والجوز الهند العريض والجوز الهند الناعم. حطيت كده رشة من جوز الهند الناعم، وبعدين رشة من جوز الهند العريض، وبعدين رشة من البندق المجروش، وبعدين حطيت اخر حاجة الزبيب علشان تكون معايا البليلة بتاعتي بالمكسرات كده زي ما انتوا شايفين. وممكن تحطي كمان فول سوداني لو عايزة. شايفين ما شاء الله شكلها زي ما بنشتريها بالظبط. شايفين ما شاء الله شكل البولة، شايفين شكل القوام ما شاء الله طعمها حلو قوي. شايفين ما شاء الله ريحتها حلوة قوي وطعمها جميل وسهلة وبسيطة. ومن ربع كيلو هتعملي 6 بولات زي ما انت شايفة كده ما شاء الله.